جربت احمر الكنافه في الاير فراير بناء على طلب منكم، وهتشوفوا النتيجه بنفسكم، وهقولك الوقت ودرجه الحراره ورايي بصراحه في اخر الفيديو. ولو اول مره تشوفيني متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده. حطيت ورقه من ورق الاير فراير عشان الكنافه ما تقعش من فتحات الشبكه، ومعايا هنا ربع كيلو كنافه مفرومه ناعم، بحط عليها معلقه كبيره سكر بودره بتدي لون حلو للكنافه، ومعلقتين كبار من السمنه البلدي. ممكن تقللي السمنه او تزوديها حسب ما انت حابه، لكن طبعا الكنافه بتحب السمنه البلدي. واقلبهم كويس مع بعض، وحتى لو مقلبتوش كويس السمنه هتسيح وهتنزل على الباقي. وهظبط اول مره 5 دقايق على درجه حراره 200، ما تزوديش اكتر من كده عشان الكنافه بتتحرق بسرعه. وطبعا اخدت لون من فوق، بس هتقلبيها كويس وتشغلي تاني دقيقتين على درجه حراره 200، وهتفضلي تزودي كل مره دقيقتين على درجه حراره 200، وتفتحي تقلبي وتزودي تاني لغايه ما توصلي للون اللي انت عايزاه. ما تزوديش الوقت مره واحده، يعني ما تعمليش 10 دقايق او 15 دقيقه مره واحده عشان ما تنسيهاش وتتحرق منك. عايزه كل دقيقتين تفتحي عليها تقلبيها، لو نسيتيها 3 4 دقايق هتفتحي تلاقيها محروقه من فوق. ودي شكلها ولونها بعد 10 دقايق. عايزاها تاخد لون اكتر هزود كمان دقيقتين، يعني اخدت مني 12 دقيقه على درجه حراره 200، واتحمرت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هقول لكم رأيي بصراحة، أنا عاملة الفيديو ده بناء على طلبكم، لكن أنا بالنسبة لي أحلى طريقة لتحمير الكنافة اللي هي طاسة أو صينية على البوتاجاز، وبحمر فيها الكنافة بتطلع لونها ذهبي وتحفة ولونها كله موحد. فبصراحة مش مستاهلة ان احمر الكنافة في الاير فراير. انا سبق حمرت معاكم الشعرية ولسان العصفور في الاير فراير بس بدون زيت او بمعلقة زيت واحدة بس، وده عشان نقلل الزيوت النباتية والمهدرجة. لكن الكنافة لو بنحمرها بالسمنة البلدي طبعا دي من الدهون الصحية، مش هتحتاجي تقلليها الا لو انتي عاملة دايت او لظروف معينة. ده غير ان الاير فراير مش هتحمري فيها غير ربع كيلو بالكتير. لو انتي بتحبي تحمري الكنافة في الفرن ممكن تعجبك في الاير فراير، لكن انا ما بحبش احمر الكنافة غير على البوتاجاز، فشايفة بصراحة انها مش مستاهلة نحمر الكنافة في الاير فراير. لو حد فيكم نفس رأيي يكتب لي في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد بإذن الله.